معقولة يبقى سعرها وصل ل150 جنيه وأكتر كمان، قالب قد كده في السوبر ماركت ونستنى نجيبها؟ طب ما نعملها أحسن بحاجات بسيطة وحاجات كده موجودة في البيت وتدينا كمية حلوة كمية كبيرة. أيوة، نحول السمنة العادية لزبدة نيوزيلندي بمكونات بسيطة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير دايما. القالب دوت يعدي ال1.5 كيلو، زي ما انتوا شايفين كده قالب حلو كبير قد ايه. انا لقيته سعره معدي في السوبر ماركت، قلت اعمله احسن في البيت. عملته بايه؟ مكونات بسيطة جدا. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. تعالى اقول لكم انا عملته ازاي. انا حطيت دلوقتي ايه؟ مج دوت حطيت حليب. حليب ايه؟ لبن، لازم يكون لبن جاموسي تقيل، يعني يبقى لبن قشطته حلوة كده ويكون تقيل. انا هعمل كمية كبيرة شوية، حطيت مج ونص، انت تقدري تعملي مج واحد. دلوقتي هاخدهم على الخلاط، المج ونص لبن حليب، بس لازم يكون من لبان كويس. ما تجيبيش، ما ينفعش تعملي باللبن اللي هو العلب، لازم يكون لبن حليب. ضربتهم 3 4 دقايق كده لما عمل لي فوم زي ما انتوا شايفين، عامل فوم عالي في الخلاط. هنزل ايه دلوقتي؟ لو عندك حتة سمنة بلدي حطيها، هتحولهولك لسمنة بلدي. انا بقى عندي قشطة، لو انت محوشة قشطة من وش اللبن تقدري تعمليها. بتخلي في دسامة في السمنة، بتخليها لك فعلا ريحة وطعم الزبدة البلدي. خدت كده مج، كمان خدت نص مج تاني من، يعني حوالي معلقتين كبار تاني من القشطة. القشطة دي انا كنت شارياها، كانت موجودة عندي في الفريزر، مش عارفة اعمل بيها ايه، قلت اعمل بيها، احطها مع السمنة واللبن واعمل بيها الزبدة. آه، انا حطيت ملو المج ونصه تاني، بس النص ده ما تصورش، يعني مج لبن حليب، مج قشطة. حطيت دلوقتي ايه؟ مج برضو آه، اللي هي سمنة عادي، اي نوع، جنة بقى، روابي، آم، اي نوع عندك، كريستال، اي نوع هتستخدميه. انا حطيت كده مج، هرجع اخد كمان برضو نص مج تاني من السمنه. انا كده هعبي نص المج تاني وهحطه كده. ايه؟ حطيت معلقه ملح صغيره بمعلقه الشاي كده. حطيت دلوقتي ايه؟ حوالي معلقتين من الخل، حطيتهم كده على الخلاط وهضربهم بقى. اضربي فيهم كويس. بس انا هنا نسيت حاجة كمان، مكون كان المفروض ان انا احطه، فانا هطفي الخلاط وهحطه. ايوه، الليمون. هاخد كده عصرة ليمونة زي ما انتوا شايفين كده. المكونات دي مع بعض تعمل لي قوام زبدة حلو قوي. خدي بالك بقى، عشان انا كان وقع مني فصين من البذر كده، بذرتين فشلتهم. خدي بالك عشان ما يوقعش منك بذر في المكونات فتمررها. ضربتهم في الخلاط تاني حوالي 3 4 دقايق. بصوا عاملين لي قوام ازاي، بصوا، ولا لسه جمدت ولا حاجة، ولا حطيتها في الفريزر، بس مدياني كمية حلوة ومدياني تقل ازاي وقوام. طبعا انا آم، لقيت ان هو الخلاط بيلف بصعوبة عشان الكمية دي تقيلة عليه، فنقصتها شوية في نفس حلة اللي كنت غالية فيها اللبن. هاخد نص الكمية كده في الخلاط. دلوقتي بقى انا شلت الغطا بتاع الصغير، الغطا الصغير ده اللي بيبقى في غطا الرتل، عشان طبعا هشغله وهسرسب كوباية الزيت دي منه. عشان كده شلت ايه الغطا الصغير دوت. وهو الخلاط شغال هنزل بقى الزيت كده سرسوب. حطيت هنا، انا هنا بقى ما كترتش الزيت، حطيت كوبايه واحده بس من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ضربتهم كمان 3 4 دقايق. اهم حاجه انك تضربي كتير في المكونات، كل ما بتضربي فيها كل ما بتتقل وتعمل لك سمكه حلو. هنا بقى خلصت، فجبت علبه حطيت فيها مشمع، كيس تلاجة فتحته وحطيته فيها. هفضي كده الكمية دي هتعمل لي علبتين، يعني العلبة دي كبيرة، دي طلعت أكتر من 1.5 كيلو كمان، يعني
لان القوام تقيل، وزنت معايا. وكمان هعمل كمان علبة هتشوفوها دلوقتي، برضو دي علبة الحلاوة اللي بتاعت الحلاوة الطحينية. دي العلبة دي بتاخد كيلو، العلبة التانية أكبر منها. زي ما انتوا شايفين كده، هفضي فيها وانزل بقى اللي لازق في الرتل الخلاط كده بالاسبتيولا كده. وبعدين هنعمل ايه؟ هنغطيها بقى بالمشمع، طرف المشمع كده وكده من ناحيتين اغطيه عشان هدخلهم الفريزر. لو لسه معايا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا، متنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناه، متابعين الجداد، وتجولوا في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، سموا الله كتير وصلوا على رسول الله وانتوا بتعملوا حاجتكم عشان يطلع طعمها حلو ويطلع فيها البركة. بصوا حبايبي، بحط بقى طرفين المشمع كده، بغطيهم كويس. دلوقتي بقى انا هاخدهم على الفريزر حوالي 3-4 ساعات، وهنرجع بقى نشوف القوام والجمال. بصوا كده، كان عدى 3 ساعات وهم في الفريزر. طلعتهم بقى وابتديت اشيل المشمع كده. لازم نغطيهم كويس بطرفين المشمع. بعد كده جبت الطبق. شوفوا بقى لما هنزل القالب في الطبق اعمل لي قالب محترم. بصوا، هشيل كده وبعدين هشيل المشمع اهو. كيس البلاستيك بتاع التلاجة بنفتحه ونعمله كده ايه عشان يعني ينزل بسهولة من العلبة. شايفين انا بدوقها دلوقتي، بقول لكم ان طعمها خرافة. اقسم بالله العظيم ان طعمها ريحة طعم السمنة البلدي، لان انا حاطة قشطة. انت لو ما عندكيش قشطة عادي، طب خليه لبن وزيت وسمنة. انا حطيت قشطة عشان بس اعزز الطعم وتديني طعم يعني الزبدة البلدي. وفعلا مدياني طعم وريحة الزبدة البلدي. يعني ما كنتش متخيلة بصراحة ان لما احط قشطة هتبقى بالجمال ده. بص عاملة لي قلبين حلوين ازاي، ولا كلفتنا قد يعني دي يطلعوا كده اكتر من 3 كيلو، اكتر من 3 كيلو زبدة. زي ما انتوا شايفين، تنفع بقى للحلويات، تنفع للطبيخ، للرز المعمر، لأي حاجة. متنسوش بقى تسموا الله وتصلوا على رسول الله في الكومنتات وقولوا لي من أي بلد بتتابعوني. هنا بقى أنا حبيت إيه، إن أنا أقطعها، فمنها لسه طالعة من الفريزر مجمدة فبتتكسر. سيبيها بقى شوية كده وبعدين ابقي اقطعي تديلك شرايح، يعني تديكي شكل الشرايح بتاعة الزبدة. بصوا هنا بقى انا خدت منها حتة وقلت اعمل فيها بيضة، يعني اعمل منها بيضة قدامكم ونشوفها هتبقى عاملة ازاي. بصوا، قبل ما احط البيضة، عارفة لما يكون ما عندك سمنة بلدي، زبدة بلدي، وبتاخدي حتة كده تسيحيها، بتديكي بالظبط نفس الشكل والقوام اللي انتوا شفتوه قبل ما انزل البيضة. يعني ما خلي بالك بقى عشان انا كانت نزلت قشرة كده كمان من البيض. بصوا حبايب قلبي، ريحتها فعلا فعلا سمنة بلدي، طعمها كمان جميل جدا. كده بقى انا عملت البيضة اهي، طلعت زي الفل. وعايزه اقول لكم ان هي ايه، حاجة فاخر من الاخر يا باشا. جربوا الطريقة دي حلوة قوي، وحوشي حتى القشطة بتاعت اللبن واعملي بيها. زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال، بصوا القوام، يعني حاجة فاخر من الاخر يا باشا. صلوا على رسول الله وما تنسوش اللايك، ومع السلامة.